زل سلام. اليوم قررت اني احكي لكم قصة انتقالي من المدرسة الحكومية مدرسة النقا الى المدرسة الخاصة مدرسة والمتحولون. عشان ما نطول عليكم دعونا ندخل في اعماق الحكاية. كما كلكم تعرفون أن هناك فرق بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. المدارس الحكومية كما تعرفون أنها منبع الشباب، تمام، منبع الذي يخرجون منها الرجال ورجال، مدرسة الماي نيجا. أما المدارس الخاصة أنتم تعرفونها طبعا، الأولاد اللي بيجوا بيقولوا ماما بابا. احنا ما عندنا ماما لا بابا، عندنا الأم بنقول لها مي، والأبو بنقول له يا حد كده بس يا من. احنا عندنا اختصارات كده، كنا مكانات نحن الناس الحكومي يا من. مشيت المدرسة الخاصة كانت الدخلة كانت أسطورية، فهمتك كيف؟ مدرسة كانت مبنية على الطراز بقصر بريطانيا. من أنا دخلت كانت البوابة عبارة عن أشياء وزينة، وكانت البوابة تفتح بنفسها، من لا يفتحوا تفتح بنفسها. نحن هناك عندنا في مدرستنا الحكومية تفتح مع نفسها، لكن هي أصلا مفتوحة من يومها. تجي بس الهوا لو زاد بشوية بس انت بتلقى الباب طاح. دخلت المدرسة الخاصة وكأنني ملك بريطانيا، كنا هاي كلاس. دخلت المدرسة ورأيت أشياء لم أراها في حياتي صراحة. رأيت لديهم ساحة فطور، ولديهم ملعب كرة قدم وكرة سلة. مين اللي بيلعب كرة؟ عندهم ملعب كرة السلة كامل. دخلت إلى المدرسة وسلموني للأستاذ، والأستاذ كان يمسك أنت الطالب الجديد؟ أجل أنا الطالب الجديد. يعني هناك ما عندنا سؤال زي ده، عندنا سؤال انت اسد ولا غزال؟ نحن اسد. انت اسد بس بتنفع معنا يا مان. خش خدني الاستاذ ودخلني الفصل وانا رأيت اشخاص رأيت اولاد اجمل من جورجينا. من رأيت اليهم كده، رأيت في الكنبة الاولى نظرت إلى الكنبة الأولى وجدت هناك شورى خان والسلمان خان. أول مرة أجرب شعور إني أكون أقبح واحد في الفصل، تمام. أنا كنت هناك ملقب بالشجاعة والفراسة، كنت أوسم واحد في الفصل. تعرفوا كيف كنت أوسم واحد؟ لكن لما دخلت هذه المدرسة قلت نا هذا الكلام ما ينفع. أنا أقبح واحد في هذه المدرسة. أنا طبعا دخلت إلى المدرسة والأستاذ قال هذا طالب جديد، يرجى منكم أن تكونوا صداقات معه وتكونوا أصدقاء وكلام فاضي وفارغ. في النهاية دخلني قال لي اجلس هناك. أنا استغربت طبعا، كيف أجلس مع بنت؟ كيف يعني يجلسون البنات مع الأولاد؟ لا 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 لا، في موضوع غلط. كان نحن هناك لدينا مدرسة الأولاد لوحدهم ومدرسة البنات لوحدهم. نحن من نطلع الشارع نشوف بنت نجري وراها طوالي كأننا خرفان، تمام. نحن بس ما نشوف بنت دي خلاص نحن بقينا مجرمين ومتشرعين. نحن كنا نجري ورا البنات كأننا خرفان. ما ذهبنا جلسوني بالقرب من هذه الفتاة ورأيتها سلمت علي، قالت بصوت كده، قالت ممكن أن نتعرف بك؟ تتعرفي بي كيف؟ قالت لي شو اسمك؟ قلت لها اسمي محمد. قالت له واو والله زي اسمي. وات
كيف زي اسمك؟ انت بنت؟ كيف انت بنت واسمك محمد قال؟ لا 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 لا، تو ما شايفنا شنو. بعد ما طلع الطاقية وكانت الصدمة، كان ولدنا قسما بالله العظيم صوته وشكله كان كالبنت، فجأة تحول إلى ولد. هناك أشخاص متخفيون. بعد ما عرفته ولد لقد بعدت عنه 6 مترات، يجي يكلمني أطنشه كأني لم أسمع شيء. كنت قاعد في الفصل وطلعت الفسحة كانت عبارة عن أشياء منتظمة. تمشي تطلب فطورك من أطيب الأطعمة ومن أطيب المشروبات، تطلب الطعام يجيبوه لك كأنك أنت في مطعم، ويجيبوه لك وتاكل بالشوكة والسكين. نحن ما عندنا هناك شوكة وسكين، نحن عندنا اسمه فطور جماعي. فطور جماعي انت كم أسد بتاكل، ما أسد بتكون مظلوم، لأننا هناك لا تسمع إلا بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إيدك ما تلحق تغسلها، تقبل إلى الصحن تلقاه لقد أصبح فارغ تماما. هناك وحوش بشرية في المكان، لكن هناك بياكلوا بالشوكة والسكين هاي وبيشيلوا الكاسة وبيطقطقوها مع بعض. لا 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 لا، تفكروني في ألمانيا ولا إيش؟ لا حول ولا، أنا ما أدري على الحاجات دي كلها. قعدوني وأنا أنا ما بعرف أكل بالشوكة والسكين، ولكن أنا ادوني معلقة، أكلت بالمعلقة. وبعد الفطار الجميل اللذيذ المنظم ذهبت إلى الساحة، وكان هناك ملعب كورة وجدت لاعب بيلعبوا. قلت دي المدلعين لازم تتكلم معهم بلغتهم اللي يعرفوها. قلت له سلام، ممكن أن ألعب معكم الكرة؟ واحد نظر إلي نظرة غريبة. قلت شو بها؟ قلت له ممكن أن ألعب معكم الكرة. قالوا لي ممكن. قلت له طيب شوت الكرة دي جاي. قال لي وات؟ قلت له شوت الكرة دي جاي. قال لي no understand. استندرين شايفني انجليزي هنا ابوك. قلت له شوت الكرة دي جاي. قال لي أنا لا أفهمك، رجاء تكلم عربي. باصل الكرة دي جاي. فجأة بس لقيته لك بيبكي. قلت شبك بتبكي ليه؟ فجأة بس يا الأستاذ جات والطلاب لقد تجمعوا حوله. أنا قلت أكيد في حاجة حصلت، هناك حجر ضرب به ولا في حاجة ولا. قالوا لي يا أستاذ هذا الولد صرخ عليك عشان صرخة بس تتلم وتبكي وتعمل الحاجات دي كلها. لا. حتى البنات ما يصرخوا لما واحد يصرخ عليهم. انت تبكي عديل بس عشان انا صرخت فيك قلت لك شوت الكورة دي جاي. الموضوع كبر وامه وجات وابوه جات، عرفت انه ما عندهم موضوع النزل، بس عشان صرخت فيه وعطيته كف لها سبيته. قسما عظما الطالب ده لو كان بشارع مدرستنا بس. يعني احنا اول ما تخش الفصل تسمع الشتايم من كل ناحية ومن كل جهات، وانت لو طالب جديد يدخلوك الفصل كأنك واحد من الأغنام والخرفان. يدخلوك الفصل تذهب إلى هناك وتلقى كل الكائنات البشرية والغير بشرية. هناك الكائنات الأولى إنهم شطار شوية كده، لازم تكون مثبت مكانك لما تدخل الفصل. لكن ما معقول إنك تخش الفصل وتكون مدلع. انت هناك حقك بضيع. تسمع تنمر من كل ناحية. يعني احنا هنا عندهم كان التعارف. ممكن نتعرف بك يعني اسمي نحن ما عندنا كلام زي ده. نحن بنتعرف. واه شكلك ده ما عاجبني، انت ذاتك شكلك ده ما عاجبني. نتلاقى برا في الميدان وتحصل اشتباكات تاني يوم تيجي تلقانا اصحاب. كيف انتوا تكونوا اصحاب اليوم؟ يعني احنا كنا نتعارف باشكال عشوائية. 1 تنظر تحقر في الشخص، 2 تتضاربوا مع بعض، 3 تبقوا أحلى أخوان. بس هذا كان نظامنا. لكن دي هي ممكن نتعرف، لا هذا تعرف بنات. البنات زال عندنا ما يتعرفوا كده. البنات يا حليمة
شفتي فلانة بنت فلانة قالت شنو؟ قالت شنو؟ قالت هي يقعدوا يضحكوا مع بعض تلقاهم يستضحكوا. هذه كان البنات يتعرفون هكذا والأولاد كانوا يتعرفون هكذا. أنا كانت لي شيء غريب، جابوا ولي أمره وتكلموا معي وقالوا لا تصرخ في وجهه، لا تعمل هيك ولا تعمل هيك. أنا قلت طب من اليوم أخذ حسابي، لا أصرخ مع واحد، لا أتكلم مع واحد، تكون متوحد تماما، لأن أنا في هذه المدرسة لا أنفع. كان دخلت أنا لم يعجبني شيء في المدرسة إلا الأكل الجميل والساحة وأستاذة الإنجليش هذه قصتها براها. إنها القصة القادمة التي سأحكيها إليكم، ولدي قصص كثيرة وهذه القصة لم أكملها بعد. إذا تريدون أن أحكي على هذه القصة الثاني أرجو منكم أن تضعوا لايك واشتراك وتشتركوا في القناة لتسمعوا القصة الجاية. وسلام سلام سلام. I always in the mood, I can burn it. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything will better with a view. Why you always in the mood? So I can burn it. I ain't tryna tell you what to do, but try